أهلا بيكم في قناتنا الجديدة. سعيدة جدا بوجودكم معايا، وعشان القناة تكبر وتستمر ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان تكونوا جزء من عيلتنا الصغيرة. قصة النهاردة قصة مميزة جدا، وبطلتها هي الجميلة رقية بناء على طلبها في التعليقات. لو حابين تكون العروسة أو البطل أو البطلة في القصة الجاية باسمكم، اكتبوا لي أساميكم في التعليقات دلوقتي، وهتكونوا أبطال قصصنا اللي جاية. يلا بينا نبدأ قصتنا، وقبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت رؤية بتتألم من وجع السرطان ومن تقل الحمل في شهرها الأخير، بس الوجع ده اتمحى أول ما افتكرت مكالمته الصبح وهو بيصالحها ويقول لها: جهزي الشقة وخلي الجو رومانسي، أنا راجع لك يا رؤية. باب الشقة اتفتح، قلب رؤية دق بسرعة، مسكت بطنها بإيد، وابتسامة شقية فتحت إيديها التانية الباب وهي بتقول: حبيبي. الكلمة اتجمدت على شفايفها والابتسامة اختفت والعينين وسعت من الصدمة. سامح واقف على الباب، بس مش لوحده، ايده كانت متشعلقة في ايد بنت تانية أصغر منها، لابسة فستان فرح مكشوف ومكياج صارم. في الوقت ده سامح ضحك بصوت عالي ومستفز، وبص للبنت اللي جنبه وقال بقلة قيمة: شايفة يا ميرنا، قلتلك مفيش أوفى من العبيد. قايل لها الصبح صفي نيتك وظبطي الشقة، قامت شارية باروكة جديدة ومجهزة السهرة عشان استقبلك يا عروسة. رقية كانت واقفة مذهولة والدموع اتجمدت في عينيها، كلامه كان بينزل على قلبها زي السكاكين. بصت له بصوت مخنوق ومكسور وقالت: سامح، انت انت بتقول ايه؟ انا حامل وتعبانة وفي ايام الاخيرة ومريضة، وانت عارفة مش ناقصة اي هزار من الهزار البايخ ده. سامح قرب منها بمنتهى البرود وبص على الباروكة بقرف وشاور بصباعه وقال: حامل ومريضة؟ ما انت بقالك سنة ممشية البيت نكد وتعب وتصرفي على العلاج. انا راجل ومن حقي اعيش حياتي مع واحدة كاملة، مش واحدة بتتشعلق في الحياة وشعرها بيقع في ايدي اول ما اجي المسها. ميرنا هي ست البيت الجديدة من النهاردة، وانت لو مش عاجبك الباب يفوت جمل. ميرنا ضحكت بتكبر وقالت: الله يا سيمو، ده حتى الاكل طعمه حلو جدا ومجهزاه على ذوقنا، مش كده؟ شكرا يا خالة. في اللحظة دي رقية حست إن الأرض بتلف بيها، والوجع في بطنها زاد، ونبضات قلبها بقت تعلى وتعلى، والباروكة وقعت من على راسها من كتر الاندفاع والذهول. وقعت على ركبتها قدامهم على الأرض بين الشموع والجو الرومانسي اللي كانت عاملاه. قربت منه ووطت على رجليه وقالت: أبوس إيدك يا سامح، أبوس إيدك، ما تكسرني. على الأقل دلوقتي أنا عارفة إن أنت استحملتني، بس انت مش مجبور عليا. كنت قلتلي ان انت مش مرتاح معايا، وبعدين ما انا ياما قلتلك لو مش عايزني مش مشكلة، كل واحد فينا يروح لحاله. بس انت اللي كنت بتقولي انا استحملك وهستحمل اللي انت فيه ده لحد ما تقومي بالسلام. مش كل ده كان كلامك؟ وهو ده اللي خلاني عايشة لحد النهاردة؟ انت فكراني هفضل العمر كله جنبك وادعم فيكي؟ وانا مين يدعمني؟ ها؟ وانا مين يدعمني لما ارجع كل البيت الاقي واحدة مرمية في الارض؟ لا تقولي مالك ولا تقولي فيك ايه، طول الوقت انا اللي دادي وطبطب وحنن، وانتي طول الوقت تعبانه ومريضه وعايزه اللي يشيلك، والمطلوب مني ان انا اشيلك دايما فوق راسي. مش هو ده المطلوب؟ عشان انا ابن اصول، مش كده؟ انسي يا ستي، من هنا ورايح مش هبقى ابن اصول، ومن هنا ورايح هبقى ابن 60 كلب. اتفضلي بقى شوفي هتعملي ايه. صحيح، لو هتقعدي في البيت ده، الاوضه دي اخرك فيها، ما تعتبيش لبره غير لما ست ميرنا هانم تطلب منك تعملي لها حاجه، ده لو عايزه تعيشي معايا. لكن بقى لو مش راضيه، الباب يفوت 1000 جمل وتتكل على الله. وحتى ابن اللي جاي منك ده مش عايز اشوفه تاني. وانتي بقى ان ليكي جوز، وانتي بقى ان ليكي اي حاجه تربطني بيكي، تمام؟ ده لو الواد جه سليم اصلا، او عشت انتي ولا هو. يلا يلا يا حلوه روحي. في الوقت ده قامت مكسورة النفس ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها الباب. كانت مقهورة، وكل ما تتقهر أكتر كان قلبها يوجعها أكتر. وفي الأوضة اللي جنبيها بالظبط ضحك وهزار ومالي المكان، وهي يا عيني قاعدة بتتعذب من الحمل والوجع والمرض اللي هي فيه، لكن ما قدرتش تستحمل. قررت لما قالت لنفسها: أنا مش هفضل كده،
انا مش هفضل عبيد عنده وتحت طوعه. هو خلاص كسرني وانا عارف ان انا مش حاملة اي حاجة دلوقتي، وانا ممكن اعمل زي دي كان موتني فيها. انا ربنا معايا وربنا كريم وبالكل، وان شاء الله هقدر اقف على رجلي، ان شاء الله اتعالج. كل ده ليه يعني؟ عشان القرشين اللي كان بيديني بيهم الجلسات. ربنا كريم. في الوقت ده قررت ان هي تمشي من البيت، وفعلا مشيت بالليل في الوقت اللي كانوا تقريبا هما نايمين فيه. تاني يوم الصبح صحي وما لقوهاش. في الوقت دوت كان متضايق سامح شوية. بصت له ميرنا بضحك ودلع وقالت: جرى ايه يا سيمو؟ هو انت هتفضل زعلان كده كتير ولا ايه؟ هو انت زعلان عليها؟ لا لا طبعا يا حبيبتي، وانا ازعل عليها ليه؟ دي بركة ان هي غارت اساسا. انا بس الفكرة ان اللي شاغلني ان هي للأسف ملهاش اي حد في الدنيا دي غيري. الله، هو انت مستحملها ليه؟ انت لما كنت بتحكي لي وانت في الشغل كنت بقول يمكن مستحملها عشان اهلها او حاجة، لكن طالما ملهاش اهل انا لو منك كنت رميتها من اول يوم. ازاي يعني يا مير؟ ده هي بقولك مراتي وملهاش غيري في الدنيا. وبعدين يعني انا كل حاجة كنت بعملها كنت بقول في ميزان حسناتي. ايوه، واستحملت كتير قوي يا سامح. جه الدور عليك بقى ان انت تعيش وتتدلع، مش كده ولا ايه؟ وبعدين دلوقتي صباحيتنا انت هتنكد علينا بكلام فاضي؟ اه صح، عندك حق يا حبيبتي. طيب تحبي تاكلي ايه؟ بصراحة انا كنت عايزة تقعد عشان تخدمك في البيت وتعملك اللي انت عايزاه، بس يلا بقى، هي عملت اللي فيه النصيب. ايه رأيك نلبس وننزل نفطر تحت؟ يا ريت، اي مكان مش مشكلة. خلاص خلاص يلا البسي. فعلا لبسوا، ومفيش دقايق معدودة ونزلوا. لكن لما نزلوا شافوا الصدمة. شافوا في الوقت ده رقية مرمية في الأرض ونفسها بتاخده بصعوبة. جري عليها سامح، مش جري عليها عشان خاطر هو بيحبها أو حاجة، لا لا لا، ده جري عليها عشان خاطر بس الناس كانت واقفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والناس في المنطقة عارفة إن ديت مرات سامح. إزاي مرمية كده؟ خاف على منظره قدام الناس، قرب عليها وعمل التمثيلية بتاعته. حبيبتي حبيبتي رقية، مالك؟ قومي قومي يا رقية. لكن رقية ما كانتش بتنطق. في الوقت دوت ودها على أقرب مستشفى. خرج الدكتور وقال له: انتوا ازاي سبتوها لما تتدهور بالحالة دي؟ دي تعبانة جدا وبين الحياة والموت دلوقتي. والعمل يا دكتور؟ شكل المرض زاد عليها. انا معرفش، انا لقيتها كده، صحيت الصبح لقيتها بالطريقة دي. انت زعلتها في حاجة؟ انا قايل لك قبل كده اي زعل هيأثر في نفسيتها وهيأثر عليها كمان صحيا، وده مش كويس عشانها ولا عشان اللي في بطنها. طب واعمل ايه يا دكتور؟ انا حضرتك ما عملتلهاش اي حاجة، وبعدين يعني كل حاجة مشيت بالتراضي. تمام، على العموم ده هتقوم بالسلامة، هي حالتها حرجة جدا دلوقتي واحنا بنحاول نعمل اللازم. عن اذنك. مشي في الوقت ده الدكتور، مع انه كان بيبص لميرنا نظرات غريبة وحاسس ان في حاجة ادت للي حصل لرقية ده. في الوقت ده سامح كان متوتر شوية. بصت له ميرنا وقالت: جرى ايه يا سموحتي؟ هو انت هتفضل متوتر كده كتير؟ ما تخافش، حتى لو حصل لها حاجة وماتت هتبقى ريحتنا وارتاحت. عندك حق، هتبقى ارتاحت والله من الدنيا دي. خلاص. ايه على فكرة انا جوعت، مش هتأكلني بقى؟ يا حبيبتي اسف، معلش اتشغلت وانتي شايفة. تمام يلا بقى. فعلا خرجوا، راحوا في اقرب مطعم فطروا فيه. وبعد شوية جه مكالمة من الدكتور وقال له: ايوه يا استاذ سامح. ايوه يا دكتور، خير؟ كل خير ان شاء الله. استاذ رقية فايت دلوقتي، تقدر تيجي تاخدها في اقرب وقت؟ حاضر حاضر انا جاي. فعلا راح وخدها ورجع بيها على البيت ومع الأدوية. حط الأدوية قدامها وهو بيصرخ فيها ويقول لها: اتفضلي يا ست هانم، انت عارفة الأدوية دي كلها صرف فيها كام؟ منك لله يا شيخة، انا مش عارف بس طلعتيلي منين؟ للدرجة دي يا سامح؟ للدرجة دي بقيت تقيلة عليك قوي؟ تشكر يا سيدي، كتر خيرك، بس لو كان تمنه غالي قوي كده عليك ما كنتش جبته، كنت وفرت بيه سهرة حلوة للعروسة الجديدة. كمان هتقعدي تعيب عليا؟ بقولك ايه، انا مش ناقصك، يا ريتك كنتي موتي وارتحت منك، على الاقل موتك مش هيكلفني كتير زي العلاجات اللي بجيبها لك قد كده كل شهر. انا خلاص زهقت، حاسس ان انتي عمل واتحط في رقبتي مش عارف اتخلص منه. انا زهقت منك يا شيخة، زهقت. في الوقت دوت نزل من غضبه. بصت لها ميرنا بكل غيظ وقالت: انتي ما عندكيش دم ولا احساس، واحد لسه متجوز جديد وعايز يتدلع هو ومراته،
ما تخلي عندك دم وخليكي خفيفة، وكنت تتكلي على الله من سكات. لازم تعملي الفيلم الهندي يعني، ده اللي انت عملتيه اهو. اديكي نكدت عليه تاني يوم فرحه، حرام عليكي منك لله. انا اللي مني لله، ربنا يسامحك، بس انا مش هقول حاجة، مش هقول غير يوجع قلبك وقلبه زي ما وجعين قلبي دلوقتي، وتشوفوا المرض بعينيكوا زي ما هو فيا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا. بقولك ايه، قومي قومي قدامي. في الوقت ده مسكتها وشدتها غصب عنها ورمتها في الأوضة وقفلت عليها من بره. في الوقت ده قعدت رقية في الأوضة وهي بتبكي ومش عارفة تعمل ايه، وكانت حالتها لا تسر عدو ولا حبيب. حتى العلاج ما رمتهوش معاها، وكانت هي في أشد الحاجة للعلاج. فضلت قاعدة في الأوضة لحد تاني يوم، لكن كانت سامعة صوتهم بره، كلام وهزار ودلع. وبعد يوم كامل كانت قاعدة معاه بره ميرنا، وقالت له بقولك ايه يا سامح، أنا عندي طلب كده صغير. اتفضلي يا حبيبتي، تحت أمرك، أي حاجة انت عايزاها اجيبها لك فورا. لا لا لا، أنا مش عايزة حاجة بفلوس. أمال ايه؟ خير قوليلي، أكيد انت عارفة لو أي حاجة مش هتأخر عنك. أيوة طبعا ما أنا عارفة، أنا بس كنت بفكر يعني إني البنت دي اللي عندك جوه. رقية، أيوة هي دي. مالها يا حبيبتي؟ بصراحة كده لما بشوفها بتعكنن جدا وخلقي بيضيق، وبعدين بصراحة برضو يعني في نفس الوقت عايزة استفاد منها. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا تنظف البيت، تعمل لنا الأكل، الحاجات دي اهو نستنفع منها. خاصة بحس ان انت ضميرك بيأنبك لما بتمشي من البيت، يعني لا زعلك ولا كمان يعني نرميها في الشارع وكده، يعني حرام برضو تعبانة وكده لحد حتى ما تولد. عندك حق يا حبيبتي. على العموم اللي انت شايفاه، انا للاسف جايلي سفرية ضرورية جدا اليومين الجايين دول، هضطر ان انا اغيب ممكن يومين 3 اسبوع الله اعلم، بس عايزك تخلي بالك من نفسك الفترة دي، تمام؟ وهو بالمرة هتكون معاكي وتونسك، تقدرلك اللي انت عايزاه. لا يا حبيبي، من ناحية الشغل طبعا اطمن خالص، انت تسافر وتروح وتيجي وهترجع تلاقيني مستنياكي اجمل زوج في الدنيا. حبيبتي الله يبارك فيكي. طيب هروح انا بقى احضر عشان ممكن اسافر النهارده او بكره، مش عارف بصراحه. خلاص ماشي. وزي ما قلت لك، ها بالنسبه لريكو. ريكو مين دي؟ رقية يعني. ريكو، تمام ماشي موافق. فعلا بدأ يحضر حاجته وسافر تاني يوم الصبح. في الوقت ده دخلت ميرنا على رقية وقالت لها بقولك ايه، انا نازله مشوار، عايزه ارجع الاقي البيت ده فله، سامعه ولا لا؟ وصحيح لو تكرمتي يعني تعملي لي غدا عشان هرجع على الكانة وما بحبش اكل الشوارع، تمام؟ حاضر حاضر يا ست هاني. فعلا في الوقت ده مشيت ميرنا، طلعت والأول مرة بعد يومين تقريبا حبس في الأوضة تشم نفسها رقية. قعدت بره في البلكونة تبص على الناس وتبص على الشمس وتقول يا رب سامحني يا رب، أنا والله مش بقنط ولا رافضة الابتلاء ده، أنا بحمدك يا رب دايما على كل شيء، بس الابتلاء بقى صعب قوي عليا، ما بقتش قادرة استحمل، حتى حاولت أمشي وما عرفتش. يا رب قويني قويني يا رب عشان أقدر أكمل اللي أنا فيه، قويني يا رب وانصرني. في الوقت ده افتكرت إن ميعاد الجلسة بتاعتها في نفس اليوم، والمفروض إن هي متتأخرش عن الجلسات بتاعتها خالص. في الوقت دوت رنت على جوزها سامح لكن مردش، بعتت له فويس على الماسنجر وقالت له السلام عليكم، ازيك يا سامح، يا رب تكون بخير. انا عارفة ان انا ما بقيتش فارقة معاك، وعارفة كمان ان انت اتضايقت مني قوي وان انا بقيت حمل تقيل عليك، بس معلش حبيت افكرك ان النهاردة ميعاد الجلسة بتاعتي، لو مش عايز توديني انا ما عنديش اعتراض، بس انا كل اللي عامله عليه ابني اللي في بطني، نفسي يجي على الدنيا دي بسلام، عايزه افضل ماسكه نفسي لحد اخر نفس، لحد ما يشرف ويجي على الدنيا بخير، لو مش علشان خاطري علشان خاطر ابنك. بالله عليك يا سامح، رصيدي اتصفر، الفيزا اللي معايا ما بقاش فيها اي فلوس، ابعتلي عليها اي حاجه عشان اروح اخد الجلسه، بالله عليك، وشكرا مقدما، مع السلامه، في رعايه الله. وقفلت الفويس وفضلت قاعدة تروق في البيت وتقضي، مع إني تعبانة جدا لكن حاولت تعمل اللي تقدر عليه. وبعد ما خلصت دخلت المطبخ تعمل حاجة للغدا، وبعد ما خلصت حطت عشان تاكل، لكن في اللحظة دي
وصلت ميرنا وبصت وقالت لها وهي قاعدة عشان تاكل: جرى ايه يا بت انتي ما عندكيش دم للدرجة دي؟ تقيلة قوي، تقيلة قوي قوي. ايه اللي انتي حاطاه قدامك ده؟ اكون حاطة ايه يعني؟ ده اكل، هاكل. هو انا مش بني ادمة ولا ايه؟ تاكلي؟ شكلك نسيتي نفسك. بصي بقى يا حلوة، انا هنا اقول تاكلي ولا ما تاكليش، اقول تقفي او تقعدي. المفروض يعني يبقى في احترام شوية. لما ست هانم تكلمك تقف على حالك كده وتكلميها. سامعة ولا مش سامعة؟ انت عايزة مني ايه؟ عايزة مني ايه يا شيخة؟ هو انا يعني عشان وافقتك وبسمع كلامك تمرمطي فيا اكتر من كده؟ عايزة مني ايه؟ حرام عليك، ارحميني. ارحمك؟ لا يا حبيبتي، اللي زيك ملهمش الرحمة في الدنيا دي. اللي زيك جم في الدنيا دي عشان يتعبوا واحنا اللي نرتاح. سامعة ولا مش سامعة؟ كتر خيرك قوي. عايزة ايه وانا اعملهولك من غير كلام وتجريح اكتر من كده؟ هاتي الاكل ده. في الوقت ده خدت الاكل منها وده لقيته في الحوض، وكانت في الوقت دوت جعانة جدا وزعلت والدموع نزلت من عينيها وقالت: ليه كده؟ حرام عليكي، دي النعمة، نعمة ربنا ادهلنا عشان ناكلها ونتقوى بيها، مش ندلقها كده بكل سهولة. انا قلت مين اللي ياكل ومين اللي ما ياكلش. ماشي، عن اذنك. في الوقت ده لسه هتدخل بصت لها وقالت: تعالي هنا، لما اكلمك تقفي وتكلميني، ولما اقولك غوري في داهية تبقي تمشي. عايزة ايه مني تاني؟ حرام عليكي بقى، ارحميني. هرحمك، حاضر. الاكل ده حطيت ايدك فيه؟ يعني ايه حطيت ايدي فيه؟ امال هكون عاملاه ازاي يعني؟ بشكلك المقزز ده عايزة اكل من ايديكي؟ اعوذ بالله منك، انتي ما تعرفيش عن الاتيكيت ولا النظافة شيء. انا الاكل ده كله مش عايزاه، ادلقيه في الزبالة، يلا يلا. حرام عليك يا ست هانم، الاكل نضيف وانا ايدي نضيفة وغسلها كويس. ليه بس مش عايزة تاكلي مني؟ انت شعرك بيقع وممكن يكون الاكل ده فيه اي شعر من شعرك، حتى ياريتك حتى بونيه او اي حاجة تداري بيها شكلك المقرف ده. لا، قعدلنا كده ترازي فينا وبس. انت عارفة، انا مش هقولك انا مقعداكي هنا عشان خاطر تخدميني، لان اساسا قرفانة من شكلك. انا مقعداكي هنا عشان اعلمك درس كويس قوي يا رقية، درس انت ما تعلمتهوش لحد دلوقتي. هو انت جاية عشان تذلي فيا، مش كده؟ انا عرفت من اول يوم ونظرتك ليا، بس مش مشكلة، استحملت اللي اكتر من كده. ما جاتش عليكي يعني. اعملي اللي انت عايزاه، اعمل اللي انا عايزاه. يعني انت مش فارق معاكي حاجة؟ مش فارق معايا غير ربنا، وطول ما انا ماشية كويس مش هيفرق معايا لا انت ولا اشكالك. اشكالي؟ لا، ده انت واطية قوي، عايزة تتعلمي الادب كمان. في الوقت ده ضربتها بالقلم. رقية وقعت على الارض، كانتش مستحملة حاجة لان جسمها كان ضعيف جدا وهاش وقابل لأي شيء ممكن يكسره. في الوقت ده جرتها لحد الأوضة وقفلت عليها وقالت من بره: أنا هوريكي، أنا هعمل فيكي عمايل هخليكي تقولي حق برقبتي على الكلمة اللي انت قلتيها دي. وسابتها وطلعت. في الوقت ده شافت رسالة الفلوس اللي وصلت لها على الفيزا من سامح، وقالت: كمان كمان بيبعتلك فلوس. فتحت الباب ودخلت لها مرة تانية وقالت لها: باسورد الفيزا كام؟ انطقي. حرام عليكي، دي الفلوس دي عشان الجلسات بتاعتي. حرام عليكي، انت عايزة مني ايه؟ قلتلك الفيزا دي رقمها كام؟ اخلصي. هتخلصي ولا مرمطك اكتر من كده؟ تعملي فيا ايه تاني؟ قلتلك مش فارق معايا حاجة. وهاتي الفيزا دي اللي انا هروح اتعالج بيها واخد بيها الجلسة. مش هتتعالجي ومش تعملي اي حاجة، وبمزاجي انا لو حنيت عليكي هبقى اوديكي تاخدي الجلسة. اخلصي. في الوقت دوت كانت لسه هتضربها وهتفتري عليها، لكن خافت منها لان مش حملها. خافت تعمل حاجة في الجنين وقالت لها: 4 اصفار. ايوه كده، تعدلي. نزلت في الوقت ده سحبت كل الفلوس اللي في الفيزا، جابت شوية حاجات لنفسيها، وبعد ما خلصت رجعت البيت تاني. دخلت الأوضة وفضلت تقيس من فستان لفستان، وكل الحاجات اللي جابتها من فلوس رقية اللي كانت هتاخد بيها الجلسة. ورقية كانت جوه بتتعذب وعمالة بتنادي، لكن هي ما فرقش معاها أي حاجة. وبيعدي على اللحظة دي حوالي 20 ساعة، وبيبقى تاني يوم آخر النهار. كانت قاعدة رقية بتنادي بصوت مش مسموع وتقول: يا ست هانم، يا ست هانم، افتحي لي الله يباركلك، مش عايزة فلوس ولا عايزة حاجة، افتحي لي، أنا هتصرف، لازم أخد الجلسة، تعبانة مش قادرة أتحرك.
فتحت لها الباب فعلا، بس قالت لها: ايه رأيك في الفستان الجديد ده؟ انا اشتريته امبارح. حلو؟ حلو يا ست هانم، حلو. خلينا اعدي، عدينا، بص ايدك، هموت. وانت اللي زيك يعيش لي اصلا؟ يعيشوا عشان يفضلوا يتعذبوا كده، ويعذبوا اللي حواليهم، ويسرقوا قوتهم وشقاهم؟ موتي يا رقية، موتي والله، صدقني احسن ليكي ولينا. يلا موتي بقى واخلصي. في الوقت ده سابتها مرمية وخرجت، نزلت تشتري شوية حاجات وتخرج مع أصحابها لحد ما جوزها يرجع. وفعلا بيعدي يومين تقريبا وبتبقى مرمية في البيت، رقية زيها زي السجادة اللي في الأرض، لا بتقدر تقوم ولا تقعد، متقدرش غير شوية المية وأي لقمة تاكلها وخلاص عشان تقدر تتنفس، لحد ما بيرجع سامح. في الوقت ده بيلاقيها مرمية على الأرض تقريبا شبه فاقدة الوعي، لا بتتحرك ولا بتتكلم، بس عينيها مفتوحة وبصة للسما. أول ما شافها كده فكرها ماتت. هو أول ما قرب منها حس إن لسه فيها النبض، وقال: إيه ده؟ في إيه؟ مالك؟ ماليش اسامح، هموت. الحقنا عشان ابنك، أبوس إيدك، ابنك هيروح مننا، الحقني. في الوقت دوت ما هنتش عليه، وشالها وجري بيها على أقرب مستشفى، وهناك دخلها للدكتور اللي بيتابع حالتها. وفي الوقت ده الدكتور اتضايق منه وقال له: أستاذ سامح، حضرتك عايز تموتها؟ لو عايز تموتها قول لنا، لكن ما تعملش فيها كده، حرام عليك. لو هتموتها ما تموتهاش بالبطيء على الأقل. لو تقل حملها عليك كان ممكن تسيبها عادي جدا، كان ممكن توديها لأي مستشفى أو أي مكان خيري، كان ممكن يعملوا لها الجلسات دي ببلاش، على فكرة مجانا لوجه الله. ليه حضرتك بتقول كده؟ ما أنا بوديها الجلسات بتاعتها أول بأول ومش مقصر في حاجة. لا لا لا، الجلسة اللي قبل الأخيرة ما جاتهاش، والجلسة التانية المفروض كان ميعادها النهاردة الساعة 6 الصبح وبرضه ما جاتهاش. ازاي ده؟ ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، ودي خلاص باين عليها اساسا بتودع. حرام عليك. على فكرة بقى، لو حصل لها اي حاجة انا هحملك انت المسؤولية كاملة، عن اذنك. دخل وبدأ يتفحصها، وعلى قد ما قدر بدأ يديها الجلسات في أسرع وقت، وحالتها اتحسنت شوية. بس لما اتحسنت كان لسه هيطلب سامح، لكن قالت له: لو سمحت يا دكتور متكلمش سامح عني تاني، ولا تقوله على أي حاجة. أنا الحمد لله بقيت كويسة. أنا بس عايزة أعرف لو في دكتور نسا يكشف عليا هنا، عشان أعرف أنا هولد إمتى، عشان أنا خلاص حاسة إن أنا هموت في أي وقت، مستنية بس أولد ابني، وبعد كده مش فارق معايا حاجة. خير إن شاء الله يا رقية، ما تقلقيش، كله خير بإذن الله. وبعدين يا ست انت قوية، من أول يوم جيتي هنا وأنا متأكد إن انت بإذن الله هتبقي زي الفل، لأنك عندك عزيمة وإرادة، ودي حاجة أنا كنت شايفها فيكي. كنت يا دكتور، أديك بتقول كنت، دلوقتي لأ، مبقاش عندي أي حاجة من الحاجات دي. كل هم إن أنا أولد، لو ينفع أولد خلوا الدكتور يولدني قيصري، مش مشكلة، طبيعي، مش عايزة طبيعي، المهم ابني يجي بالسلامة. هشوف لك حاضر، متقلقيش. ومتكلمش سامح تاني من فضلك، أرجوك مترنش عليه تاني أبدا، سيبه كده. ليه بس؟ ده جوزي كنتي مسؤولة منه، المفروض يبقى معاكي في الأوقات الصعبة دي. لا لا، مش عايزة يبقى معايا ولا عايزة منه أي حاجة تاني. أنا لو فضلت معاه كده هموت، هموت، هموت بدري قوي، وأنا عايزة أشوف ابني، حتى على الأقل أشوفه كده وأتملى عيني منه، وبعد كده اللي يحصل فيه أنا راضية بيه. خير إن شاء الله، حاضر، هروح أشوف بس الدكتور عشان كان هنا فعلا قبل ما يمشي. فعلا بيشوف دكتور النساء وبيجي يكشف عليها وبيقول لها: ازيك يا رقية؟ الحمد لله يا دكتور. طمني بالله عليك، ينفع اولد في اقرب وقت؟ هو عادي تولدي في اي وقت، الحمد لله الحالة بتاعت الجنين كويسة، بس انا بفضل ان انتي تصبري لحد ما تولدي طبيعي افضل، لان انتي مش حمل عمليات قيصرية، وهيبقى 90% ممكن لا قدر الله تكوني بتضحي بحياتك. مش مشكلة، انا مش مشكلة، لو ليا نصيب ان انا اعيش في الدنيا تاني، 10% اللي باقيين دول هيخلوني على قيد الحياة، لكن لو ماليش نصيب برضو ممكن اموت في اي وقت. اعمل اللي عليك يا دكتور بالله عليك، هو اي تكاليف تحت امركم، بس اقوم بالسلامة ارجوكم، انا ماليش حد في الدنيا دي غيركم، يا ملائكة الرحمة ارحموني بالله عليكم. ما تقلقيش يا رقية، بص يا دكتور، هي نفسها ربنا يكرمها وتجيب ابنها على خير، لان هي مريضة
زي ما انت شايف، وانا اللي بتابع حالتها، فلو تقدر تعمل ده دلوقتي يبقى خير. حاضر ماشي، تحت امرك. فعلا بيعمل لها العملية وبتولد ابنها، وبتقول يا دكتور انا خلاص اطمنت الحمد لله. بشكرك جدا يا دكتور محمد، انا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه في الدنيا دي. ابوس ايدك، سمي ابني على اسم بابا الله يرحمه. قول له امك كانت بتحبك قوي. حاول تتابع حالته على طول، ولو قدرت توديه دار ايتام ويكون كويس يبقى احسن، لاني مش حاسه بالامان يكون مع ابوه ولا مرات ابوه الجديده. بالله عليك، امه كده كده مش عايزني ولا عايز ابنه. قول له ان ابنه مات وانا كمان مت، بس ابني امانه في ايديك، ولو تقدر انت تتكفل بيه خليه معاك. بس بالله عليك ربيه تربيه صالحه. ابوس ايدك. تقلقيش، ابنك امانه في رقبتي يا رقية، تقلقيش. انتي بس هتقومي بالسلامه ومحدش هيربيه غيرك صدقيني. ما اعتقدش يا دكتور، ما اعتقدش. حاسه ان انا مش هقوم منها، بس بالله عليك ده وعد، وعد الحر دين. ابني امانه في رقبتك يا دكتور محمد. وفي الوقت ده بتخرج اخر انفاس رقية، تخرج وهي كانت راضيه بقضاء ربنا. وفي نفس الوقت ده بصله الدكتور وقال له جرى ايه يا دكتور محمد؟ هو انت تسمع الكلام اللي قالت عليه؟ امال اعمل ايه يا دكتور عمر؟ دي حملتني امانه، ربنا يرحمها. انا زعلانه قوي على الطفل ده اللي لسه جاي على الدنيا، مش عارف ايه اللي ممكن يقابله. انا هتكفل بيه زي ما هي قالت. لا طبعا، في قوانين واحنا ما ينفعش نتخطاها. هي ايوه وصيتك بكده، بس لازم ابوه يعرف. ولو يا سيدي ابوه ما اعترفش بيه او مش عايزه، مش مشكله، اعرض عليه الامر ولو كده انت ربيه، لكن لازم يكون عارف، لان ده حرام. تفضل عايش انت بالذنب ده طول عمرك. عندك حق. خلاص، انا هروح النهارده ان شاء الله على العنوان، او هرن عليه واعرفه. دلوقتي يا دكتور دلوقتي؟ حاضر حاضر. فعلا بيرن عليه مرة واتنين وتلاتة وما بيردش. بيقرر ان هو يروح المكان اللي في العنوان اللي في الدفتر بتاع رقية. واول ما بيوصل يلاقي الحكومة مالية المكان. بيستغرب وبيسأل حد من المنطقة من نفس المكان ومن نفس العمارة، وبيقول خير ان شاء الله، هو في ايه؟ ده استاذ سامح، ربنا يصلح حاله وحال مراته الجديدة والشوم عليهم. لقاها بتخون، ضربها موتها، والحكومة جرته لسه دلوقتي اهو، ومعرجين حد يدخل العمارة دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعد يومين وتلاتة قدر يقابله في السجن، وفي الوقت ده حكاله على كل حاجة وقال له ان هو يربيه، وان الواد ملوش حد غيره دلوقتي. وفعلا الدكتور محمد بيربيه وبيعيش معاه احسن عيشة ما كانش هيعيشها مع ابوه حتى اللي من لحمه ودمه. وبتخلص قصتنا يا حبايب قلبي، ويا رب تكون عجبتكم، ومستنية تقولوا رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.